معلش اتأخرنا عليك، امشي على اللوكيشن بقى لو سمحت. اتأكدتي من رقم العربية والسواق الأول؟ لا بعدين نكون ركبنا مع أي حد، ما أنا عارفاكي دايما مستعجلة. يا بنتي ما تقلقيش، كله تحت السيطرة والله، لا تقلقي، أنت في أيد أمينة. صحيح يا ديدي، شفتي على جروب اخواتي اللي حسين اخوكي بعته؟ لا ما لحقتش، خير يا رب ان شاء الله. يا بنتي ما تقلقيش خير، بيقول نازل اجازه ضروري وعاوزنا ننظف شقه المنيل عشان ينأجرها، قال ينشوف لها بيعه. جروب ايه اللي انتي بتقولي عليه ده ورساله ايه؟ وده امتى ده يا بنتي؟ احنا قاعدين مع عمو تامر وانا ولا شفت حاجه. استني كده طيب، هطلع نضاره القرايه واشوف اللي انتي بتقوليه ده فين. ده باين كلامك صح يا زيزي. يا بنتي أيوة ده اللي حسين كاتبه، بس يعني هو يعني يقرر كده منه لنفسه، يا يأجر ويبيع ونضفوا شقة المانيال ده ازاي ده يعني؟ طب مش يفهمنا الأول؟ يا بنتي انتي غاوية مناكفة وخناق كده على طول، خلينا نسمع منه الأول لما يجي بالسلام. وكده كده احنا من مدة ما روحناش شقة المانيال. طب بذمتك ما وحشتكيش قعدة البلكونة فيها؟ أنا عن نفسي وحشتني، ياه ذكريات والله. خلاص يا ديدي والنبي قلبتيها دراما كده ليه؟ يا بنتي احنا يوميات كوميدي، والله العظيم يوميات كوميدي. عامة بكرة الصبح هكلم ام عبير تجيلنا يوم الاربع ونروح ننظف الشقة واللي ربنا عاوزه يكون. احنا هننزل هنا لو سمحت، حسابك كام؟ 250 جنيه يا هوانم. اتفضل يا ابني. يلا تصبحي على خير، وبكرة الصبح نتكلم ونشوف هنعمل ايه مع حسين وطلبات حسين. اطلعي نامي يا زيزي وشوفي الولاد عندك اخبارهم ايه، ده زمانهم قلبوا المطبخ في الكام ساعة اللي انت غبتيهم دول. يا لهوي يا ديدي انت بتقولي فيها هطلع الاقي ولا غزو التتار في المطبخ، الله يهديهم يا رب. ازيك يا ديدي؟ صباح الخير يا بنتي، ازيك؟ انا قلت اكلمك على طول كده، خلينا نشوف اللي ورانا. حسين بعت رسالة انه جاي الجمعة الجاية ان شاء الله. ايه؟ مين جاي الجمعة؟ ده بعتها امتى دي ان شاء الله؟ استني كده، ده بين الموضوع كبير ووراه حكاية. افوق انا بس كده ونفكر سوا ونشوف حسين ده حكايته ايه، وايه اللي مسربعه وقلب حاله كده. ايه بس يا زيزي، ما انتي صاحية بالفجر، وبعدين مش عايزين حسين يزعل، مش كل يوم يعني بيوصينا على حاجة. واضح ان الموضوع وراه حكاية كبيرة زي ما انتي بتقولي، وده اللي مخليه نازل. فعندنا حاجات كتير جدا تتعمل عشان تنظيف الشقة وتظبيطها ماشي يا كبيرة يا عاقلة انتي، بالراحة بس وواحدة واحدة. خلينا الأول نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة ونظبط يومنا كده مع العيال، وبعدين نشوف حسين وطلبات حسين. ماشي يا زيزي، اشربي النسكافيه بتاعك وافطري وكلميني. يلا سلام دلوقتي. تفتكري يا سلمى خالد جاي ليه؟ وليه عاوز يأجر ولا يبيع شقة المنيل؟ أصل أكيد اللي منزله ده موضوع كبير. مستعجلة على ايه بس يا ماما؟ كلها اسبوع ويوصل وهتعرفي كل حاجة. بس اعتقد يعني انه يا اما هيكون محتاج فلوس، مع انها مش منطقية وهو في دبي وعايش لوحده، يا اما يا لهوي، تفتكري يا ماما خاله ناوي يتجوز؟ بس يا هبلة، جواز ايه بس؟ خالك مقرر من زمان انه مش هيتجوز من ساعة ما يعيني يا حبيبي، ما حب حياته طار منه، يقطع الحب سنينه. رايحة فين يا بنتي؟ مش بكلمك لسه؟ كملي مع ديدي يا ماما، انا عندي جامعة. يا ترى نازل ليه يا حسين؟ نازل ليه يا حسين؟ اما لو طلع زي ما سلمى بتقول دي تبقى ليلة.